المثلوثي المنتدب الجديد من النادي الرياضي البنزرتي ينفذ المخالفة. الهدف الأول لصالح النادي الرياضي الصفاقسي الدقيقة الرابعة، هو كرة رأسية من علاء المرزوقي. هدف أول مطلع الدقيقة الرابعة، علاء المرزوقي يفتتح النتيجة يعني بكل سهولة، ما كانش مراقب. ونشاهدوا الإعادة، حمزة المثلوثي تنفيذ ممتاز، وعلاء المرزوقي في مكان كما قلت مناسب. شوفوا يسعد ويغالط الحارس أيمن جاب الله. الهدف الأول وافتتاح النتيجة في هذه المباراة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. علاء المرزوقي دون متابعة دفاع الجويني. نتبعوا الركنية، ماهر الحنش يلعب والراسية، هدف ثاني ممتاز. ربع ساعة كريم العواضي يضاعف النتيجة. كريم العواضي بتسديدة راسية ذكية يفاجئ الحارس أيمن جاب الله. دقيقة 15 بالضبط، إذا تتغير النتيجة وتصبح هدفين مقابل صفر. كريم العواضي، شوفوا الإعادة، ماهر الحناشي ينفذ الركنية على مستوى القائم الثاني، وشوفوا الراسية كيفاش تغالط الحارس بذكاء كبير. كريم العواضي يستغل الفرصة مرة أخرى دون متابعة دفاعية كبيرة. تقريبا بنفس الطريقة النادي الصفاقسي يسجل عن طريق كريم العواضي من كرة ثابتة. حارس لاباس رامي جريدي، والمخالفة تتنفذ بسرعة في اتجاه زهير عطية، لا يخرج الحارس، وضربة جزاء للترجي الرياضي الجرجيسي. الكرة كانت عند وجدي المجري، ضربة جزاء للترجي الرياضي الجرجيسي تجي مع نهاية الوقت، يعني مع نهاية 3 دقائق اللي أضافهم حكم المباراة. احنا الآن في دقيقة 48 بالضبط، عندما زفر الحكم ضربة الجزاء. يخرج الحارس على اللاعب وجدي المجري، مش زهير عطية ولا حارس رامي جريدي. يخرج، إذا ضربة جزاء لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. حمزة المسعدي في التنفيذ مع نهاية الوقت القانوني وكذلك المبدد. حمزة المسعدي وجه لوجه مع رامي جريدي. ننتظر تنفيذ ضربة الجزاء. حمزة المسعدي يتقدم ويسجل هدف تذليل الفارق 2-1. هدف تذليل الفارق مع نهاية المباراة، حمزة المسعدي عن طريق ضربة جزاء، والحكم يعلن مع هذا الهدف نعيم حسني عن نهاية المباراة. لصالح المستقبل تمشي على اليمين فهمي قاسم، والتسديد والهدف الأول. الهدف الأول لمستقبل قبس يجي في دقيقة 12. فهمي قاسم، تسديده يباغت فاروق بن مصر. فهمي قاسم، مخالفة للنادي الافريقي مختار بالخيثر، يلعب المخالفة طويلة في اتجاه جاك بيسون، ترجع رأسية من حسام الزرلي والتسديد والهدف ممتاز من صابر خليفة. هدف التعادل ممتاز من صابر خليفة. زوز أهداف للأمانة ممتازين وأروع ما يكون. شوف هاي الإعادة، ترجع الكرة رأسية ومباشرة، والتسديد كما جات من صابر خليفة. علي العياري ما لقى حتى حل. 1-1 في شباك علي العياري. يتنفذ التماس بالخيثة، والتماس ثاني، تماس ثاني للنادي الافريقي. شهاب الجبالي، شهاب جبالي وصل الكرة بسام السرارفي، مرفوعة والرأسية والهدف الثاني. الهدف الثاني للنادي الافريقي. الهدف الثاني للنادي الافريقي. فرحة الجماهير.
ابراهيم الشنيحي. الكرة مرفوعة وبالراس يخالط علي العياري، وكما قلت المجهود الممتاز نتاع باسم سرارفي، المجهود الممتاز نتاع باسم سرارفي ورأسية ابراهيم الشنيحي في مرمى علي العياري. 2-1 للنادي الافريقي. ابراهيم الشنيحي توزيع لطه ياسين الخنيسي، طه ياسين الخنيسي، والهدف الاول للترجي الرياضي التونسي. الهدف الاول عبر ادم. قلت مباراة تنتظرها الاهداف، نشوفوا الترويض والتمهيد، وادم رجيبي يغالط زياد الغانمي من توزيع دقيقة من غيلان الشعلالي، والتمهيد من طه ياسين الخنيسي يبعد على بادي انيس البدري. طه ياسين الخنيسي، طه ياسين الخنيسي، الخصال الهجومية لقلب هجوم الترجي الرياضي التونسي. طه ياسين الخنيسي تمهيد ممتاز في مناطق الجزاء. شوفوا المجهود من انيس البدري، تلبى الكرة في الوقت المناسب من قلب هجوم الترجي الرياضي التونسي. طه ياسين الخنيسي، إعادة أخرى للهدف الثاني في المرحلة الأولى لطه ياسين الخنيسي. ووليد معلة في إدارة المواجهة. دقائق أولى جاءت سريعة هجوميا من أبناء دريدي في محاولة منهم لبغاة منافسهم، ثم بدقيقة 32 عمل هجومي منظم وتبادل كروي بين ملاعبية الاتحاد. عبد القادر ضو لبن عزيزة، بن عزيزة للكامرجي، الكامرجي 1-2 مع عبد القادر ضو. في اختتام الهجمة يهدر إمكانية التسجيل. آخر عملية في الفترة الأولى جاءت للضيوف من هجوم معاكس وتصويبة قوية من صبري العماري قريبة من مرمى نعيم المثلوثي. الشوط الثاني تواصل فيه النسق السريع من الزوز فرق، مخالفة مباشرة من سيف الجربي، والحارس علي القلعي كان جاهز لإبعادها عن مرماه. بعدها بزوز دقائق رفيق الكامرجي يتلقى امداد ذكي من محمود المسعي، لكن كرة المهاجم تصطدم بالقائم الأيسر لمرمى الشبيبة، ثم تأتي ركنية ينفذها الجربي، ورأسية الحارس اللي على مستوى القائم الثاني مرة جانبية. الشبيبة لعبت الأخطاء من منافسها، والفرصة هالمرة كانت مواتية لمهاجم كريستوفر مندوفا، لكن نعيم المثلوثي كان جاهز بامتياز كبير ويفسخ كرة هدف حقيقي لمنافسه. نلعب دقيقة 70 والامتياز من جديد لحارس اتحاد تطاوين نعيم المثلوثي بعد تألقه في ابتعاد تصويبة قوية من بوبكر سينا. محمد السوداني من جديد من اليسار يوزع، الحارس اللي يصوب الكرة تصطدم بالمدافع، لقطة يطالب على اثرها بلاعبية الاتحاد بضربة جزاء، والحكم يشير بمواصلة اللعب. محاولة وفرصة أخيرة ضيعة من خط هجوم الاتحاد. عبد الجليل من اليسار يتوغل داخل المنطقة، يمرر عبد القادر الضوي يصوب كورته فوق المرمى. النادي البنزرتي يدخل في صلب الموضوع، يبحث عن الأسبقية بصفة مبكرة. ضغوطات تجيب هجمة بعد تماس من مهدي نصيب، الكرة توصل ليوسف فامبيغي، والسنغالي من غير تعقيد يحط الكرة في الشباك بعد 5 دقائق لعب. النادي البنزرتي يواصل هجوماته على الأروقة، وحارس الأولمبي هشام التمزيني يقطع محاولات جسم الحمدوني ومرتضى بن وناس. في النصف الثاني من الشوط الأول لهالمواجهة أبناء الأسعد معمر ينزلوا الهجوم. كرة مباغتة من ويلفريد، ما تغلطش خبرة حمدي القصراوي. الكرة تخرج ضربة زاوية توصل لخليل القاسمي، والقصراوي بعد الاختراق. ويلفريد داه مرة أخرى برأسية بعد امداد من إسماعيل سانغاري سيلا، وهدف التعادل ما كانش بعيد. المواجهة بين ويلفريد والقصراوي تتواصل، والأفضلية مرة أخرى لحامي الشباك البنزرتية بعد هالتصويبة. الشوط الثاني ينطلق بنسق بطيء، وسفيان الحدوثي يستنجد بخدمات أسامة الدراجي في تعويض البرانس إبارة للتنشيط الهجومي، والدراجي يحظى بترحاب خاص من جمهور نادي البنزرتي. الاختر يجي من الجهة المقابلة مخالفة للأولمبي، القائد العروسي البرقوق يحط الكرة في الزاوية، وحمدي القصراوي يحرم من هدف جميل.
ياسين الصالحي كان قادر على استثمار نقص التركيز في محور دفاع الأولمبي، لكنه ما عرفش يتعامل مع كورته. 3 دقائق بعد 90 هجوم ثلاثي بين يوسفا، ياسين الصالحي وأسامة الدراجي. الدراجي رجع التحية لجمهور السيابي بهدف ثاني لجمعيته، وهو الأول ليه بألوان فريقه جديد. هدف تنتهي عليه المواجهة. اشترك ولا تبالي كي يصلك الجديد.